مهزله اخرى في الفئات الشبانيه. علي بن شيخ كان نسى واش كان راح يقول، لانه غضب شويه، قلقناه شويه بعد هذا الاقصاء، لاننا تحدثنا مرارا وتكرارا على الفئات الشبانيه وما يحدث على مستوى الفئات، ثم تذكر ماذا كان يريد ان يقول. تفكرتها، راك قلتها على كل حال. انت كي بدينا لي ميسيون وري لي بلاد نيمبورت كيل بي او موند، خلينا من لوروب ولا نهضروا هذوك اللي راهم يا سيدي اون فوا ديفلوبمون بور نو با دير اوتر شوز. وري لي بلاد يقول لك لي دي تي اس تاع الكلوب اللي يديو لي تيتر، لا بليتو لي زونترينور اللي يديو لي تيتر في الشامبيونات تاع لي جون هما اللي يكونوا مدربين وطنيين في الفئات الشبانيه. صح. وين وري لي هذه انا ما شفتهاش. هذا داروا قانون مرسوم. اللي داروا هذا غلط، اللي داروا غلط. سيرتو لو كان تقول لي داروها في اوروبا والله غير نقولوا مقبوله، لان في اوروبا ما يتريشي وما والو في هذا الباب، ما كاش لا بيستون لا بن عميس لا كذا لا تشيبات لا ريال. كي يديروها عليه في اوروبا، الفئات الشبانيه في اوروبا ما يشروش الاربيت. واش انا نقول لك انايا ما يديروا هذا ما نطبقهاش عندي، باسكو حنا نعترفوا باللي مخدومه الحاله. خليني نهضر رضوان، قلت لك ما كاين لا تشيبا لا معرفه لا ريان ديتو في اوروب. كي يديروها واش يديروها سمعا وطاعا، لان انت كي تشوف البارسا اسكو تعرفوا انتم اللي حاكم السونت دو فورماسيون؟ اسكو اللي راهم ينطرينيو في الدراري الصغار تاع البارسا تعرفوهم ولا تاع الريال؟ ما نعرفوهمش. مي بورتون شتو واش خرج لك دي لوميير، فهمني؟ هادو حنايا غلط، اللي دار غلط. وشكون هنا اللي قابل هذا الشيء؟ شكون؟ انت اللي تيميزو كورو، اسكو سي الديتيان او هي لا فيدراسيون؟ هذه صارت على مستوى الوزاره، على مستوى الوزاره. حبس خلاص هاني فهمت كل شيء. الوضع اصبح لا يطاق. هل من حلول جذريه وحلول عمليه من اجل على الاقل وقف النزيف؟ ومن وقفوا النزيف لانه ما قدروش نكملوها شاك فوا هكذا وين نروحوا نخسروا. حتى منتخبات الشبانيه شفنا واش حدث هنا لما نظمنا هنا بالجزائر وخرجنا بخوفي حنين، ما وصلناش واقيلا مام با الدومي في بريمي تور اليميني منتخب اقل من 17 سنه. ما قدرناش نروحوا لمنافسات قاريه في كل مره. شوف انا بور موا امر طبيعي وسهل، هو يحدث ان ديالوج يعني حوار سيريو مع مول الصنعاء اللي يلعبوا كرة القدم او نيفو، ولا اللي عندهم ان اكسبيريونس ان بالماراس في الكوتي اونترينور لي زونكادرور. يفو اوفرير لو ديبا، ماشي انت تجي تحط ان سومبلون دو فاي دو روت وتجيب ان ديريكتور تكنيك طايح من السماء، تجيب دي زونترينور انكونيو باتايون وتقول باللي نروح باش نحقق تأهل. تم قبيلات قلت باللي نو ان اونترينور اللي قال لك انا نروح نونتريني كيعاود يولي جيسبر كيل فا ديميسيوني. نو مي سي لوجيك، سي لوجيك اي سي البروميي بور موا، سي لو بروميي ريسبونسابل. لا مش انا اللي ما قلتش ماشي ريسبونسابل، فوالا علي قالت ما يتحملش بيان سور المنظومه اللي رانا فيها تتحمل على لو فون دونك الحوار والنتائج تجيب الحوار اي بيان سور افيك مولاد اونكور اون فوا صحاب الصنعه، ماشي لي باراشوتي. انا حبيت اليوم نكسر واحد الطابوهات يا لازم نتكلموا على في الفئات الشبانيه على المعرفه. الان الانتقاء في لي كلوب، لا ماجوريتي دي كلوب، وماش نهضر على لي كلوب تاع لتحت الفوق. الان المعرفه ولات ان بارامتر، ولات عليه شغل ولات وسيله للاختيار. انا ندوموندي لا فاف لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال هذه تروح دير لي زونكات في لي كلوب وتشوف العلاقه بين اللاعبين والمهنه تاع الاباء تاعهم ولا الامهات تاعهم، تلقى العجب والعجب في لي دي كلوب دو بروميير ديفيزيون. تلقى باللي كاين كوطه يروح الناس تاع المعرفه. كيفاش تحب انت تطور كره القدم في الجزائر؟ لا وعلاش يقدر يقول لك هذا الامر يصرى في الكثير من البطولات. يصرى في المغرب، يصرى في تونس، يصرى في مصر. نتكلم على هنا. وعلاش انا باسكو بابا عنده شركه كبيره يمول ويخلص لي زونطرينور، لازم وليدي
ولا مي دو زونفون يكونوا في الكلوب ويلعبوا اساسيين. وعلاش؟ باسكو ابي اطار سامي. ده بكل بساطة الإعلام الجزائري. ده الإعلام الجزائري بعد النهاردة لما لقى إن الفيفا طبعا يعني صنفت تصنيف جديد للمنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري يعني افتقد 5.19 نقطة وأصبح ترتيبه ال40 عالميا والسادس إفريقيا. الإعلام الجزائري طلع يجيب سيرة المغرب من تاني. الإعلام الجزائري غيران بعد فوز المنتخب المغربي النهاردة على المنتخب التونسي. المنتخب المغربي عمل مباراة تاريخية، عمل مباراة ورا أروع ضد المنتخب التونسي، وبيفوز طبعا يا جماعة بالخماسية. يعني بسم الله ما شاء الله، عشان لما نطلع ونتكلم ونقول إن المنتخب المغربي ما بقاش يكسب إلا بالخمسة والستة، تصدقونا منتخب عالمي، منتخب أوروبي، ولا يهمه حد المنتخب المغربي، ولا عاد يهمه حد. طبعا يا جماعة زي ما طلعت وقلت لحضراتكم الظاهر او اللي باين ان الجزائر هتنسحب من امام المنتخب المغربي تحت 17 سنة، لان هم ما عندهمش المقومات ان هم يواجهوا المنتخب المغربي، وما يقدروش يقابلوا المنتخب المغربي. هم بذات نفسهم عارفين ان هم ما يقدروش يقابلوا المنتخب المغربي، خاصة ان اصلا مصر بتفوز على الجزائر وتونس بتفوز على الجزائر، ما بالك بقى المنتخب المغربي؟ ما بالك المنتخب المغربي اللي اقوى من المنتخبين دول يعملوا اصلا معاه ايه؟ فهم عارفين وبيعترفوا هم نفسهم، الاعلام الجزائري بيعترفوا بعدم قوتهم او بعدم ارادتهم على مقاومة المنتخب المغربي، وان هم ممكن ينسحبوا يا جماعة. وده مش جديد عليهم، شفنا طبعا انسحبوا قبل كده عشان خاطر الصحراء المغربية، شفنا برضو سيدات الجزائر وهي برضو بتنسحب امام سيدات المغرب. يعني يا جماعة بنشوف مهازل من المنتخب الجزائري او من مسؤولين الجزائر او من وليد صادي او من الاتحادية الجزائرية. يا جماعة الناس دي نتوقع منها اي حاجة، نتوقع اننا نشوف منهم اي حاجة يا جماعة. يعني مش بعيد عن يعني اللي بيعملوه ده. انا شخصيا اتعودت عليه، والله انا شخصيا بالنسبة لي اتعودت عليه، خاصة ان هم خايفين من المنتخب المغربي. افضل واحسن منتخب في الشرق الاوسط، منتخب مرعب، منتخب متوحش في افريقيا، او مفيش اي منتخب يقدر يقف او يسد قدامه، ومفيش اي منتخب يقدر يقاومه، ومفيش اي منتخب يقدر يلعب ضده، والمنتخبات كلها بتبقى خايفة من المنتخب المغربي. بالله عليكم نعمل لايك للشيخ في القناة، فعل الجرس على كل باب المجال، كل ما بخير رياض المغرب معانا في دايما عدوده.